طب والنبي انتوا شفتوا الحمام بالشاهيه دي قبل كده؟ الصينيه اللي قدام حضراتكم دي ب 1095 1099. بص الكراستايه بتاعت الرز عملت ازاي؟ حمام محشي عكاوي. استنى بص استنى بص. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا نهار لقطه، يا نهار لقطه. طب والنبي انتوا شفتوا الحمام بالشاهيه دي قبل كده بالشكل ده؟ يا نهار لقطه. ده في اضافه بنت لذينه هتحصل دلوقتي. اقول لكم حاجه، الصينيه اللي قدام حضراتكم دي ب 1095 1099 اسمها زبده بهيه. انا بقالي 8 سنين بقول على بهيه رقم واحد في الطيور الفلاحي، البط والحمام والفراخ البلدي. بموت في الطيور هم اصلا فلاحين، هو فيوميه، انا لو منه هسميه هي الفيومي اصلا. اللقطه اللي قدامكم دي هتعمل عامله في طعم الحمامه وفي طعم وقوام رز الحمامه ابن لذينه. تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، ولا عيش بقى ولا بتاع. احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ اصل يعني يبقى قدامي الزبده اسيبها في حالها اهو. تعالى تعالى ثم الطحينه. الزبده ايه اللي حصل في الحمامه ورز الحمامه؟ تعالى يا احمد، طبعا مولعه جدا يعني. لو طبعا ليه المسها واقول كده لا انا هسيبها شويه واروح للرز المعمر المجرم. انا قلت له طبعا هاتوا لي القشطه لوحدها، يعني القشطه دي بتبقى على الوش، بس انا يعني عشان ايه اتاخرنا سنه 5 دقايق فلازم تفضل القشطه لوحدها عشان ما يحصلش انها تسيح، لان اللي بيحصل ده مش هتشوفه غير كده اهو. بس صباح الفل. يا نهار طعم قشطه، يا نهار طعم قشطه. تعالى فلاحي كما قال الكتاب والله العظيم. تعالى يا احمد ناخد دي. هو ايه اللي حصل في الرز يا جماعه؟ الرز بطعم الحماميه كله لما نزل في الزبده، انتوا طبعا انتوا مزاجنجيه وعارفين الزبده اضافت ايه، بس انتوا مش واخدين بالكم منه بقى ان الرز شخصيا بقى بص عامل ازاي؟ حمر سنه كده، فبقى طعم الرز مقرمش كده. انا طبعا انا شفت الفيديو، انا اصلا شفت الفيديو ده على السوشيال ميديا بسبب المنظر ده جيت هنا. تعالى يا احمد. سخنه جدا. طعم ليه؟ اولا انا قلت لكم بهيه في الطيور ما بيهزرش فعلا. طعم لحمه الحمام، طعم الصدر، لحمه الصدر مختلف تماما عن ممكن تكون اي حمام بتاكل في اي حته. بص بقى اللي بيحصل ده، انتوا اصلا الرز لما اتحمر سنه بقى فيه سنه قرمشه مع طبعا تيست ابن لذينه. فلما نيجي نعمل كده يا سلام، نيجي نعمل ايه بقى؟ ها حلو كده بس خلاص. متخيلين كميه التيست اللي في المعلقه دي عامله ازاي؟ هم؟ يا نهار اسود. بص استنى بص استنى بص يعني قال لي شفته في السمنه البلدي يا واد يا سيكا، تروح رايح حاطه في زبده تاني. يا نهار اسود، يعني زبده وسمنه وقشطه ولبن في آن واحد. عشاق طعم الطيور الفلاحي في تقديري مالكوش الا بهيه. ما اولاد الذين انتوا بتجيبوا القشطه دي منين؟ اللهم صل على النبي. حبيبي تسلم ايدك. اللهم صل على النبي. يا نهار ابيض على الريحه يا شيف. دي خضره خضره فريش. ها تعالى كبيره قوي على فكره يعني ده بورشن بتاع 2 3. حلو. ما دام الملوخيه بقى نروح للمجرم ده. دي صينيه رقاق اجرام. ليه بقى؟ احنا لو خدنا القشطه دي وعملنا مثلا يعني عملنا كده كده ورحنا جايين على الرقاق، هل انا لو فتحته كده ينفع احط الرقاق جواه؟ ينفع والله ينفع. ينفع نروح عاملين كده اهو، صح كده؟ والحاجه دي نروح واخدينها كده اهو، هتطلع معانا. تفتكروا هتطلع؟ بس خلاص. وهي ايه السعاده في الدنيا غير بعض التفاصيل المجتمعه في قطمه واحده؟
لما ربنا يقدر لك ان انت تجتمع معاك طعم السمنه البلدي مع طعم الرقاق المحشي باللحمه البلدي مع القشطه الفلاحي، الثلاثه دول معمولين في صينيه زي بتاعت صينيه البيت ودخلوا الفرن وطلعوا انت بتاكل منها مع ايه بقى؟ مع ايه؟ ها؟ م- م- انا بحكي لكم عن طيور بهية من اول ما بدات. ليه؟ مش عارف اعبر، والله ما عارف اعبر. مجرمين في الطيور، مجرمين. هو ليه بهية ما اسموش بهية الفيومي؟ مش عارف ليه. بهية مطعم فيومي. الطيور اللي قدامكم دي كلها طيور بلدي فيومي. طبعا انا متخيل ان كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي عارف يعني ايه طيور فيومي، ويعني ايه تربيه الطيور في الفيوم، ويعني ايه ان الفيوم بلد الطيور البلدي. اعمل دي في ايه؟ طحينه؟ ماشي حاضر اهو. يا سلام، نقول لا يعني. انا صباع الطرب ده انا قاعد مستنيه بقالي كتير بصراحه. هو احنا بقى لو جينا على الطرب ورحنا عاملينه كده اهو، يجرى ايه بقى؟ انما يجرى حاجه. انا سعيد جدا. يا جماعه بهية انا صورت له من 8 سنين، وخاطف قلبي هو في الطيور من يوم ما صورت له الحقيقه. طبعا بقى المشويات والعكاوي والبتاع تمام حلو تمام، انما فعلا هم في الطيور ولاد لذينه. الصينيه اللي قدامكم دي تكفي تقريبا نقول من 3 ل 4 افراد، وثمنها 1099. اقول لكم مكوناتها. حمامتين دول بالمناسبه حمامتين بيجوا على سكيلت كده، وتقدر تقليهم في الزبده. اديكم شفتوا الفرق الرهيب. بصوا النبي، بصوا الكراستايه بتاعت الرز عملت ازاي. انتوا عارفين ان مش ناس كتير بتاكل رز الحمام كله. الحركه دي تخليك تاكل رز الحمام كله، لان انت بتفضيه. تعال بتفضيه هنا كده حلو كده، وتروح واخد دي الجلده الرهيبه دي، تروح عاملها كده اهو، وتروح جاي ما دام جنبك حته قشطه في حاجه تانية، ليه لا؟ يعني ليه ما نستعينش بحته قشطه من ده كده، ثم طماطمايه مخلله مثلا، بس كده. شوف، مع ان انا كنت رايح اكل عكاوي بس جرت ريقي بنت اللذين. انت صح. يعني حمام، استنى خالص، حمام محشي عكاوي بالقشطه. يلا معاك على الكلام صح. كتيبة المزاجنجية انتوا هتكسبوا 5 صواني، كل صينية ب 1099 جنيه. ولما تجاوبوا على السؤال اللي هسأله لكم دلوقتي، بهية اصله بلد ايه؟ محافظة ايه؟ انا قلت ده في وسط الفيديو. تعالوا اقول لكم المكونات صينية زبدة بهية. اولا جوز حمام في السكيلت بالزبدة، الاختراع ابن اللذينة ده، مع نص كفتة ونص شيش ونص ممبار ومحاشي مشكلة. خشوا في الكومنتات، لازم تبقى عامل شير للفيديو ولايك وفولو لصفحة مزاجنجي اكيد طبعا. يعني هنختار 5 ونبعت لهم الصواني دي. بهية انا في الفرع الجديد بتاعه على النيل، تجربة بالنسبة لي كبهية جديدة تماما. اولا احنا في مكان على النيل، من الاماكن الحساسة جدا اللي بتبقى الركنة فيها صعبة جدا. هتلاقي سايس بتخش بتلاقي حد بيستقبلك بيونيفورم لطيف، يخش في الممر لطيف قوي، وتخش جوه تشوف بهية على النيل في مكان في فيو ولا اروع. احنا في مكان جوه النيل كمان، من اعرق واجمل الاماكن اللي على النيل. انا هنا قاعد ورايا برج القاهرة، فندق سوفيتيل الجزيرة، فندق فور سيزونز، فندق ميريديان، وكوبري الجلاء. احنا في سرة القاهرة، في مكان عندنا مكان تحت فيه قاعده زي طبالي وقاعده على الميه، قريبه جدا من الميه. الاجواء والخدمه، الناس فريندلي قوي، الاستاف لطيف قوي. القعده بقى والفيو اللي انا قاعد فيه ده فعلا ولا اروع. تجربه بهية على النيل بالنسبه لي انا اختلفت كمان عن لما كنت بروح الفروع التانية. تعالوا بهية هتتبسطوا قوي، القعده لطيفه قوي وفايبز حلوه قوي. الصينيه دي ب 1099 جنيه، لطيفه قوي، تكفي 3 او 4 افراد. زي ما قلت لكم، قلته 3 4 مرات خلال الحلقه، طيور بهية فعلا في حته تانية فعلا.